السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مهاب سيارات مع وليد حسين. النهاردة فيديو جديد عن المساعدين. النهاردة هنتكلم عن المساعدين، وأنا اتكلمت عن المساعدين قبل كده. ليه المساعد بيبوظ بسرعة؟ طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده المساعد القديم ضارب زيت وما فيهوش كبس خالص، حتى الأكس بتاعه معرق زيت جامد. طبعا احنا ركبنا فردة مساعد استيراد زي ما انتم شايفين اهو. وزي ما انتم شايفين جوه هنا كده احنا مركبنا الصدادة جديدة بالجراب. ادي الصدادة بالجراب اهي. طبعا العربيه دي ما كانش راكب فيها صدادات بالجراب خالص، ما كانش فيها حتى راكب صدادات خالص، ولا صداده بجراب ولا صداده من غير جراب. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان مشكله المساعد بيبوظ من ايه؟ اللي انت ممكن تيجي تاخد مطب جامد، فالمساعد يقفل معاك، فالزيت ما يلاقيش مكان يروح فيه. فايه اللي يحصل؟ الزيت يطفح من المساعد فيخلي المساعد يضرب. اسهل حاجه في المساعد ايه؟ الولسين. ضغط الزيت مع المطب بيخلي ضغط الزيت شديد جدا، فما بيلاقيش مكان يروح فيه، فيروح ضارب الألسين. عشان كده بقول لو المساعد بتاعك ما فيهوش صداده، لازم تركب الصداده، لان الصداده دي هي اللي ما بتخليش المساعد يقفل لاخره. يعني هنا كده لو الصداده راكبه المساعد ممكن يفضل لغايه هنا. لو الصداده مش راكبه المساعد هينزل لغايه اخر المساعد كده. فايه اللي يحصل؟ الزيت يطفح من المساعد، لان اسهل حاجه في المساعد الولسيه. الولسيه هو اضعف شيء في المساعد. كل حاجه جوه المساعد حديد، البلف والسكس بلف والاكس والمواسير كل حاجه حديد الا الولسيه. الولسيه ده هو الحاجه الوحيده اللي بلاستيك، فهي اضعف شيء. ممكن يبوظ في المساعد. عشان كده بقول لو المساعد عندك مش راكب فيه صداده او راكب فيه صداده بجراب، لازم تركب له الصداده بجراب. ليه؟ عشان المساعد ما يقفلش معاك للاخر زي الوضع ده كده، فيخلي المساعد يطفح زيت او يضرب زيت او يبوظ. المفروض المساعد اخره يبقى المسافه دي. امال انت لما بتيجي بتاخد المطب جامد، بالذات المطبات اللي هي اللي انت بتاخدها على سرعه او بتاخدها في دوست الفرامل، فالمساعد بيكفي الاخر. لما بيكفي لما بتدوس فرامل مع المطب العربيه بتكفي جامد. فايه اللي يحصل؟ المساعد يقفل. لما بيقفل يروح المساعد يضرب زيت. عشان كده بقول لو في اي مشكله بيحصل معاك على طول، المساعدين بتبوظ باستمرار، او المطبات ناشفه باستمرار، يعني وانت مركب مساعدين جديده وبرضك المطبات ناشفه، لازم تبص على الصداده. ممكن تبقى الصداده شكلها سليم بس الصداده من جوه فاضيه. يعني ايه؟ يعني تضغط الصداده زي ما وريتكم قبل كده في الفيديوهات بتاعت المساعدين. اللي انت بتيجي تدوس على الصداده، مثلا بتضغط على الصداده كده تلاقي الصداده خفيفه. لازم تبقى الصداده شديده، لما اضغط عليها كده ترفع معايا تاني. ده طبعا شرح عن المساعد وازاي اخلي المساعد يعيش معايا فتره اطول. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. شكرا لكم في قناه مهاب سيارات. زي ما انتم شايفين ده الجنب التاني، طبعا المساعد هنا سليم، مش ضارب زيت ولا اي حاجه. بس زي ما انتم شايفين ادي المساعد راكب اهو في العربيه، ما فيهوش اي صداده. بردك كان الجنب التاني نفس المشكله، ما فيهوش اي صداده راكبه. لازم الصداده تركب عشان خاطر تحافظ على المساعد. ده انا حبيت ان انا ايه اصور لكم بس الايه المساعد وهو راكب والصداده مش راكبه فيه. طبعا حابب اقول لو في حاجه زي كده لازم تاخد بالك منها، لان لو في صداده مقطوعه معاك قلت لك هتبوظ منك المساعد. فلازم لازم تبص على صداده المساعد، عشان لو صداده المساعد بايظه معاك لازم تروح تغيرها على طول، عشان ما تدخلكش في تكلفه اكبر من التكلفه. يعني مثلا صداده المساعد طقم رخيص مش معدي ال 100 جنيه، فانت هتيجي مثلا تركب هتستخسر تركب مثلا طقم صدادات، هتلاقي نفسك دخلت في الوفات. لو الفيديو طبعا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.